امتى اخر مره حسيت ان انت فخوره بنفسك؟ dude. انا my hardest critic. انا very bad critic لدرجه ان انا I don't think ان انا I was ever not فخوره بنفسي. يعني انت لما اشتريتي العربيه انجاز كبير جدا، حد لسه بيبدا حياته، عربيات مش رخيصه دلوقتي مش زي زمان، ما حسيتيش ان انت واو انا فخوره بنفسي؟ بالنسبه لي ان انا ابقى فخوره بنفسي دي it comes in seconds. اللي هو فكره ان انا خلاص انا هقرر ان انا هشتري عربيه دي was like okay good job. وبعدين ايه ده اخر طموحاتك انت؟ بعدين هتعملي ايه بعد العربيه؟ فانا بعد كده اللي هو انا خلاص انا خلصت الجول بيخلص دلوقتي، ما ان انا عليا اقساطها الحوار تاني لسه عليا اقساط لمده 5 سنين. اتس اوكي. بس اللي هو دايما ببقى اللي هو طيب واتس نيكست. بس عامه بحس ان ده حاجه حلوه، عشان في ناس بينسوا نفسهم في اللقطه في السوكسي بتاع النجاح، في اللي هو خلاص اي ميد ات وهو اصلا لسه بيقول، فيقعد بقى يريح حب. بص I do agree بس at the same time disagree like يعني هي it's a 50-50 thing. لانه انت بتبقى بجد emotionally drained. انا ممكن يجي لي فتره تلاقيني قعدت بقى انا عزلت كده اهو اقعد في اوضتي، تقعد بقى لو انت خلاص انت تعبت. بتقعد to rethink all your choices. فانا برضو بحاول اطلع نفسي منها لانها برضو ما بحبش اندم. لان بعد كده I came to a realization ان هو الندم هيوديك فين. يعني هو ده بجد هيأثر في عمرك وهيأثر في اللحظات اللي انت بتعيشها. you won't enjoy.